تعرف ان كسوة الكعبة فضلت تتصنع في مصر حوالي 150 سنة؟ من حوالي 1000 سنة في عهد الدولة الفاطمية لما كانوا بينقلوا الكسوة من مصر للسعودية، قررت شجرة الدر انها تطلع حج، وساعتها تحول لموكب رسمي وبقى من اهم الطقوس الدينية السنوية اللي بتحصل في مصر. وكان المحمل ده بيمشي من مكان دار الكسوة للقلعة، وبعدها يرجع يمشي في شارع المعز لشارع الجمالية، وبعدها الدرب الاصفر، وبعدها يرجع لمسجد الحسين ويصلوا جماعة، وبعدها يخرج للسويس وتبدأ الرحلة المقدسة. وفي القرن ال19 اتحولت الصناعة دي لأهم صناعة بتتعمل في مصر، علشان كده عملوا دار الكسوة الشريفة تحديدا في القاهرة في عهد محمد علي، والمراسم دي استمرت لسنة 62، ودلوقتي بقت بتتصنع في السعودية وتكلفتها بتوصل لحوالي 350 مليون جنيه. ولو عايزين تشوفوا آخر كسوة مصر عملتها تقدروا تروحوا تشوفوها في متحف الحضارات. وبس كده.